السروال بالنسبة للنساء راهم كثروا الهضرة في هذه المسألة وشاغبوا. دوك نحاولوا الأخوات لم يسمعونا نفهمكم. راح تاخذوا قاعدة. أولا المرأة يجوز تلبس سروال تحت الحجاب. النقاش كاع راهو على السروال تحت الحجاب، يجوز ولا شيء في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم بالخير، رحم الله النساء المتسولات. جاءوا بعض النساء في العصر الحديث حبوا يفهمونا باللي النساء المتسولات اللي تلبس سروال وتخرج للشارع. لا 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 لا، لأن هذا الحديث كيف وقع؟ كان عليه الصلاة والسلام كان جالس مع سيدنا علي بن أبي طالب، ومن بعد كانت امرأة فوق البغلة تاعها، أي تمشي فوق البغلة فعثرت بغلتها فسقطت المرأة. فلما سقطت النبي غمض عينه، حتى راسه غمض عينه. سيدنا علي بن أبي طالب شاف هذيك اللقطة، قال له يا رسول الله افتح عينك، المرأة هذه راهي لابسة سروال يعني ما انكشفتش. واش عليه تقدر يا رسول الله المرأة هي لابسة سروال لم تنكشف. فقال عليه الصلاة والسلام اسمع عجباته هذيك المرأة كي لبست سروال تحت الحجاب، هاي لما طاحت لم تنكشف. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله النساء المتسولات، دعا لهم على لأن زيادة في الستر. ولذلك نصح جميع الأخوات لما يلبسوا حجاب يلبسوا سروال تحته، على أن لا يكون السروال مكشوف، يعني يحاولوا السروال يطيح مع الحجاب، ماشي الحجاب راهو الفوق والسروال راهو لتحت، لا يحاولوا يكونوا معاه. ولذلك هذا الخياطات لما يخيطوا حجاب تحته سروال حاجة مليحة، بارك الله فيكم، يعني ماشي حاجة ماشي مليحة. وحنا سمعنا فتوى جابوها لنا يعني في البايط من الخارج، يقول باللي المرأة حرام تلبس سروال ولو لزوجها. يعني اتقي الله، هذه فتوى باطلة. المرأة مع زوجها يا وتلبس السروال وتلبس له ما تشاء وما يشاء وما يحب وما يرضى. كيف هذه مرأة حرام تلبس سروال لراجلها؟ وين هذه؟ دخلتوا للناس حتى ديورهم تعسوا فيهم وش راح تلبس لراجلها؟ يعني مين جاب هذه الفتوى؟ فتوى باطلة باطلة باطلة. هاني قلت لكم اللبس السروال تحت الحجاب ما شاء الله اكو تنالوا الدعوة عن النبي، وين تصيب النبي يدعي لك. لكن لما تلبسي سروال تحت الحجاب تدخلي في الدعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله النساء المتساولات، لأن لبستي حجاب سروال تحت الحجاب سترة، إذا ضرب الريح ولا سقطتي ما تنكشفيش. ولكن هذه الفتوى تقول لك المرأة حرام تلبس سروال ولو في بيتها، وحرام تلبس سروال لراجلها. وين رايحين بهذا الجنون؟ ما كاش منها، هذه فتوى باطلة. البسي لراجلك واش يحب اللي جات في راسه وقال لك البسيها، هذه كاع من طاعة الزوج، وتفرحي زوجك ويرضى عليك ربي والأسرة تكون سعيدة. ماشي المرأة الراجل يخرج للزنقة يشوف غير الحور العين. يا صاحبي جوزوا عليه روايح تقول هذيك الكريموجان تضرب الأعصاب تاع الراس، تعطيه بالريحة مخو يحبس. والاخرى لا لبست له اللباس اللي عجيب، وبعد يدخل دارو يصير مرته محزمه راسها فيها ريحه البصل. يا ولا بصل واش هو داير؟ لو كان جات لي انا نحبسوا كاع البصل، ما نزيدوش كاع نشرو البصل هذايا. ومن بعد الراجل يولي يشوف الزنقه ويشوف دارو، يشوف الزنقه يشوف دارو. في الزنقه الحور العين، في دارو المرأة ما يشفي حاله كما يحب هو، قلبه يتغير، تصرى عداوه، يولي ما يهدرش مع مرته، ما يقعدش معاها، ما يدخلش لدارو، يهبل يروح يخلي دارو. اما لا كيف تزيدوا نتوما تفتيوا لهم المرأة حرام تلبس سروال راجلها باش تدمر كاع الاسره، يخرج برا يصيب المتسولات بدون حجاب، يدخل دارو يصيب المتحزمات بالبصل، ومن بعد يشد المتحزمه ويخلي. لا اتقوا الله يا ناس. يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها ما يشاء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، آمين، والحمد لله رب العالمين. واحد آخر، روحي راكي مطلقة بعدد القرمود تاع المدية، روحي راكي مطلقة بعدد القرمود تاع المدية وما فيها من قرمود. يعني هذا ماشي يطلقها بالثلاث ومن بعد يجي يا سيد الشيخ سلكني صيب لي كاش قول. وين نصيب لك قول؟ انت طلقتها بالقانون تاع المديه، وين انا حنصيب لك قول؟ هذه كي وين؟ عند الامام مالك، عند ابن القاسم، عند القاضي عياض، عند الامام خليل، عند ابن عاشر. وين حنصيب لك قول؟ انت يجي يا سيد الشيخ سلكني، واش قلت؟
أنا قلت لها روحي كي مطلقة حتى الكلب يلبس الصباط. ما تصيبلاش حل. يعني ألفاظ طلاق ما كاش حتى يعني في الكتب، ما صبناها لا في المذاهب لا خارج المذاهب، في عقول الناس. اتقوا الله يا عباد الله. إنسان كي يزعف يتقي الله. كي تزعف اتوضى، كي تتوضى راك واقف اقعد، راك قاعد اتكسل، راك مقلق، راك تغلي، روح ركعتين الله اكبر، برد قلبك، برد قلبك في طاعة الله. اما هذه الفاظ الطلاق كل واحد عليه من يطلق. والنساء النساء هبلوا، اسمعوا امرأة علاش هي حابة تطلق، اسمعوا تتصل بها امرأة، يا شيخ أني زعفانة، أني غضبانة، أني في دار بابا، عندي 6 شهور ملي أني غضبانة، أني ناوية نطلق. علاه؟ واش دار لك هذا الراجل مسكين؟ واش تقول لك؟ قالت لك داني للسبيطار وكي جابني فطرولي. إيه واش صار؟ وين المشكلة؟ يا أخي كان معاك ولا بعتك وحدك؟ لا تقول لك كان معايا، هذا الشيء كان معاك وجابك فطرولي وراكي زعفانه. قالت لك سبحان الله، على ما كانش قادر يكبر بيا يكريطونو بي شابه ولا حاجه، يجيبني في طاكسي ما شاء الله يحمر لي وجهي. وين رايحين بهذا الهبال؟ وين رايحين بهذا الهبال؟ تطلبي الطلاق خاطر راجلك مسكين جابك في طرولي وهو جا معاك راجلك. انا عندي مراه تكون مع راجل تجيبها فوق الحمار ما شاء الله، انت جايبك طرولي تطلبي طلاق وتغضبي. والله غيجوني نساء تقول لك انا ناويه نطلب الطلاق خاطر اختلفنا فكريا. وشنو هذه اختلفنا فكريا؟ شنو هذه فكرة اختلفنا فكريا؟ نحكي لكم قصة واقعية ونختم.